واحده من اشهر التكنيكس دلوقتي والاكثر انتشارا، التكنيك اللي بلبن بقى ليدر فيه. بلبن عمل طفره في البي تو سي ماركت في مصر بشكل كبير، باستخدامه للموظفين بتوعه كادوات تسويق. استخدام التيم بتاعك في الماركتنج از فيري سمارت. هم احسن ناس عارفين الحاجه اللي انت بتبيعها. لو انت عامل لهم انسنتفز كويسه، اكتر ناس هيبقوا عايزين البيزنس يكسب، واقل كوست عليك. هو كده كده شغال معاك، وموست بروبابلي اي حد شغال في بلبن قالوا له سيب اللي انت بتعمله تعالى نصورك فيديو، هيتبسط جدا. يلا نصور فيديوز ونضحك ونتبسط. الاي جي سي او الامبلوي جنريتد كونتنت اصبح واحده من اشهر الطرق للبروموشن للبيزنس بتاعك. بعد كده عندك العملاء بتوعك، الناس اللي اشترت منك بي تو بي او بي تو سي، ما يكتبوا عنك كلام كويس، يعملوا منشن للبيزنس بتاعك. في مكان اسمه كيتو روكيت في مدينه نصر، حد عارفه؟ بيبيع اكل كيتو، اسمه باين. كيتو روكيت ده، انتوا عارفين جوجل مابس عليها ريفيوز؟ اي مطعم تلاقي عنده 400 500 لو مطعم كويس. تفتكروا كيتو روكيت ده عنده كام ريفيو؟ حد يعرف؟ عنده اكتر من 10000 تقريبا، لو انا متذكر يعني كويس. 10000. انا اصلا شفت الرقم اتخضيت بصراحه، قلت اكيد عاملينه رقم فيك. رحت انا هناك مره، فكنت قاعد بقى وطالب اكل وحاجات بجرب هو عندهم ديزرتس وكده، فبجرب الحاجه اللي بيعملوها. وانا قاعد قال لي لو سمحت ممكن حضرتك تعمل لنا ريفيو على جوجل مابس. قلت له شوف لو الحاجه كويسه قال لا قول رايك ايا كان حلو او وحش. كده كده اي حد بيعمل لنا ريفيو على جوجل مابس نديله صودا هديه، ايا كان الريفيو، حتى لو نجم اللي يعجبك. بصراحه اي واز استونشد ان براند مش كبيره نظريا، مش ضخمه يعني، وصلت للدرجه دي من الماتيوريتي. تحفه. انت دخلت عملت سيرش على كيتو 100% هيظهر لك. اتمنى يعني ما يكونوش قفلوا. بس فعلا فكره عبقريه. اعمل لي ريفيو اللي انت عايزه، مش مهم. لان حتى لو ريفيوز جزء منها وحش it shows credibility، احنا فعلا شركه حقيقيه والناس بتقول ارائها فيها. العملاء بتوعك مفيدين جدا على السوشيال ميديا، سواء بقى فيسبوك او غيره. اشخاص تانية، الاشخاص العامه، اعمل تشالنج، اعمل فلتر، اعمل ساوند يجو فايرال. وهنا هضطر امنشن تاني الانديفايند ماركتنج اللي بنشوفه ليتلي، زي الفيديوز اللي بتبقى ترند على ميوزك عشوائيه طلعت من كريتور مش عارفين ظهر امتى. زي مين؟ ها؟ زي ايه؟ ماشي، عايز اقول حد عنده براند لسه كنا بنتكلم عليه اول يوم، الناس حضرت معايا. زي علاء شنجو يا جماعه. يعني انا احب تاني امنشن الاستاذ علاء شنجو. مش بيك فان بصراحه، وانا مش عارف هو بيعمل ايه، بس انا بتعلم منه الحاجه اللي هو بيعملها.